حقق الأهلي السعودي انتصارا مهما على مضيفه الريان القطري بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم على استاد أحمد بن علي ضمن ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال آسيا للنخبة. سجل أهداف الأهلي كل من ويندرسون جالينو في الدقيقة 30، رياض محرز في الدقيقة 34، وفراس البريكان في الدقيقة 95، بينما أحرز البرازيلي روجر جيدس هدف الريان الوحيد عند الدقيقة 71. بهذا الفوز قطع الأهلي شوطا كبيرا نحو التأهل إلى ربع النهائي، حيث يكفيه الحفاظ على هذه الأفضلية في مواجهة الإياب التي ستقام في السعودية الثلاثاء المقبل. شهدت المباراة أداء متوسط المستوى، حيث فرض الأهلي سيطرته خلال فترات طويلة وتمكن من تسجيل هدفين في الشوط الأول ليضع نفسه في موقف مريح. في الشوط الثاني تراجع نسبيا، مما سمح للريان بتسجيل هدفه الوحيد قبل أن يحسم الراقي المواجهة بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع.